مسؤول علاقات تسويقية، ده زي مسؤول العلاقات العامة، بس ده خاص بالتسويق. من مهامه ان هو يحسن من شكل العلامة التجارية في السوق، يبتدي يتابع العلامة التجارية في السوق عاملة ازاي وسط المنافسين وسط العملاء، يبحث عن سبل شراكات تسويقية وإعلانية. زي شركات كتير بيبتدوا يعملوا تسويق مع بعض. شركة بيبسي ممكن تكسب فيها كارت شحن، شركة بيبسي تحت الغطاء اشحن هتكسب مع اتصالات، وهكذا. فديت سبل تعاون مع البراندات وبعضها، بيعملوا تسويق وحملات إعلانية مع بعض لنفس الشريحة لتحفيز العملاء على شراء المنتجات بتاعتهم والتسويق منتجاتهم وخدماتهم على الشريحة بتاعتهم. يبتدي من هنا ينظم التفاعلات وينظم المؤتمرات للبراند. يبتدي من هنا يشوف المعارض والمؤتمرات اللي بتحصل في المجال ده ويبتدي يشترك فيها، يشوف اي مكان يقدر من هنا ان هو يفيد الاداره بتاعت التسويق ويفيد البراند في اي سبل تعاون، يعمل علاقات وتعاون معهم. ينظم التعامل مع المؤثرين، يعني يتعامل مع بلوجرز، يتعامل مع فنانين، ينظم التعامل مع الناس ديت، وهو اللي بيجيب الديلز مع الناس ديت علشان يمثلهم العلامة التجارية ويعملهم اعلانات للعلامة التجارية. يراقب العلامة التجارية في السوق وعلى السوشيال ميديا امورها عاملة ازاي، من حيث اراء ايجابية اراء سلبية. هو اللي يبتدي يتعامل مع المشاكل ديت بشكل فوري، ويبتدي يجمع تقارير عن كل المهام الوظيفية بتاعته دي يعرضها على الإدارة. يبحث برضو السوق ويشوف التطور والنمو اللي نقدر ان احنا نتخذها في الاعتبار ونحطها في خطتنا ونشتغل عليها. يكون هو بمثابة متحدث رسمي عن البراند والإدارة التسويقية. من مهارات الشخص ده لازم يكون لبق، مهتم بالمظهر بتاعه بشكل كويس جدا، يكون عنده مهارة التواصل، عنده مهارة الإقناع، عنده مهارة التفكير الإبداعي، مهارة تحليل الشخصيات ولغة الجسد، عنده مهارة في البحث والوصول للمعلومات.